السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شلون صحتكم بنات؟ اليوم انزل لكم فيديو ان شاء الله يعجبكم وتستفادون من عنده. هو الفصال الرياضي. بس اول ما ابدي بالقماش، هذا قماش قطعة كابوي سادة، كشمير كابوي سادة بالحاشية. هاي الحاشية شوية تخرب علينا، فش اسوي؟ تقريبا يعني سنتيمتر واحد اقص الحاشية، اتخلص من عندها حتى الخياط يجي مضبوط وما مكرمش. هسه هاي قستها سنتيمتر واحد، ما اكثر. اقص الحاشية واتخلص من عندها. بنات، اول شي لازم تخلون بنظر الاعتبار طول الرياضي. تاخذون اول مرة القياس يعني مالت الصدر، لان هو راح يصير الصدر ويا يكمله الردن. فأنا آخذ أول مرة قياس يعني 4 أشبار، اللي هي 7 كلش كافي على فتحة الصدر. وراح أقص بعد من عندها أزغر، لأن إذا كبرت فتحة الصدر راح يصير اللبسة هدلة. هنا أنا عندي من أخذتها من الفوق لحد جوا هاي 23، خليها هي هاي 23 كلش كافي. زين، هي هاي 23 راح تكون يعني راهية، وراح أطلع من عندها يعني محيط الصدر. محيط الصدر بنات، انت تاخذينه يعني تجيبين الشريط وتخلينه على يعني على محيط الصدر مالتك، من الأبط للأبط، يعني من اليمنى لليسرى. هي راح تصير للمرة العادية، اللبسة العادية، يعني هي 3 أشبار كلش كافي، يعني 60 سنتيمتر. 60 سنتيمتر يعني البنية أو المرة المتوسطة كلش كافي عليها 60 سنتيمتر. هاي هسه هاي أخذتها أنا عندي 30. هاي هسه هذا الخط الجاي تشوفينه من هنا لهنا، هسه هذا أخذته 30. بعدين راح أكمل وياها الفتحة مالت الأبط أو الكتف. هنا آخذها أكمل عليها، آخذها هنا 26. انت بعد القياسات اللي مثل اللي تاخذينها، بعد انت بكيفك، اذا تردينها راهية او تردينها ضيقة، بعد اذا البنية ناعمة او البنية مثلا ضخمة، بعد هو القياسات بعد انت يعني انت تحددينها. بس انا ليش جاي انزلها الك هاي؟ قلت لك يعني 23 لان هي كلش كافي. 23 اللي تنزلين من عندها الحفرة مالت الأبط والمحيط مالت الصدر. هسه هاي جاي تشوفينها واضحة قدامك. هاي 7 سنتيمتر، قلت لك 4، يعني 4 أصابع كلش كافي. من هنا لهنا، يعني من فوق اللي جوا 23، هنا صار عندي 30 لأن هو المحيط كله 60 سنتيمتر، وهنا 26 الفتحة هاي أو المحيط مالت الكتف. زين، هنا أنا بعد من فتحة الأبط راح أنزل تخصيرة كلش خفيفة، هي فتر. زين، ما أكثر أنا، هذا قياس الفتر. شوفي هذا الفتر، والشبر بعد إحنا هذا الشبر الكاملة، والفتر هاي الحركة، هاي الفتر يسمونها. هاي تخصيرة آخذها، ما آخذ أكبر من عدها بعد، لأن تصير مو حلوة مبهذلة. هاي شوفوا هاي التخصيرة، هاي وبعدين أنزل بيها. أنزل بالدشداشة على طول القماش كله. تردينها بعد على طول القماش، يعني طويلة، تردينها قصيرة، بعد انت بكيفك طول الدشداشة. بس انا اهم شي عندي هاي التخصيرة والمحيط مالت الصدر، والفتحة مالت الرقبة، والفتحة مالت الكتف. زين، هاي عندي انا هذا قماش كيبور. اي قماش عندك، دانتيل، اي شي عندك اطعم بيه، راح اطعم للصدر واطعم للردن. هاي طول الدشداشة كملته. بعد انتي بكيفك، انا هنا طول الدشداشة عندي 140 رادتها، ف140 انا راح اخلي ببالي، هي طولها 140، انا شنو راح اخلي ببالي؟ بعد عندي 20 للردن، طول الردن. يعني هاي الاكتافات مالت الردن راح تكمل عندي 20، واخلي لي فد اصبعين للكفة، واقص الدشداشة.
هاي مثل ما جاي يشوفون قدامكم أنا قصيتها هاي الدشداشة وخليت لي صبعين للكفة حتى لا تصير قصيرة، وهاي شوية أميلها الأطراف حتى لا تتذايل. بعد إحنا تعلمنا يعني على هاي الفصال، يعني مو أول مرة جاي نحكي بيه. إن شاء الله بعد أنتم كلكم يعني بنات خياطات وجاي تعرفون شلون يعني تفصلون وشلون تخيطون، بس أكو فد شغلات يعني واحد من تجربته يحب ينبه عليها. قلت لكم نبهتكم أنا أول شي على الطول مالت الدشداشة، لازم تنطونها خصوصا بالرياضي أو البرنسيسة، لازم تنطون طول زيادة، لأن بعدين راح بالفصال راح يقل الطول. هنا أنا هسه هاي عندي راح أشتغل على صفحة الصدر، هاي البدن القدام مالت الدشداشة. راح آخذ للصدر من هنا، آخذ لها مثلا أنت بكيفك. أنا راح آخذ لي يعني نص دائرة أسويها، يعني كلش كافي، أربع أشبار كلش كافي. زين، فانتي بعد انتي بكيفك ايش قد تردين تاخذين اخذي. هنا أنا عندك اذا طلعت كبيره الفتحه، تقدرين تاخذين تقصين من عندها سنتيمتر واحد، ويعني وتلم الدشداشه وما ترجع لي ورا. هنا أنا شوفوا هسه هاي اخذت القياس. هنا أنا هسه هذا 29، آخذ من عنده يعني 4 سنتيمتر كلش كافي، وآخذها على شكل يعني دائرة، وأميلها حتى تصير القصة مدورة. وهاي القطعة هاي اللي جاي أشر عليها هي هاي اللي راح أشتغلها باترون، يعني هي هاي نفسها راح أقص عليها الكيبور أو الدانتيل. هاي شوفوا هاي راح أخليها هنا، أنا راح أكمل عليها الكيبور أو الدانتيل. شوفوا بعد أنت بكيفش تردين تخلينها هيجي أو تردين تخلين عليها الكيبور، بعد أنت بكيفش. هاي أحاول أرتبها يعني على مود لا يصير بيها زايد. أنطي قياسات وأقص قلتلك سنتيمتر واحد، وأميل بيه من أمشي، أخليه شوية يعني القصة منحرفة حتى لا ترجع الدشداشة للورا. هواي بنات يتخوفون من الفصال الرياضي، بالعكس يعني أنا أتذكر إحنا كنا قبل بأيام الحصار كله نسوي رياضي، لأن يعني ما ياخذ قماش هواي، يعني مترتين تكمل لك دشداشة. بس إحنا ما كنا نسميه رياضي، كنا نسميه مدور. أتذكر أسميه يعني فصال مدور. هنا أنا هسه هاي راح أقصها، أقصها همة يعني مدورة حتى أخلي الكيبور. الكيبور أكيد يعني راح يكون أكبر من هاي الوصلة. ليش؟ منو يعرف الكيبور أقصه أكبر من هاي الوصلة؟ شوفوا هسه هاي الوصلة اللي قصيتها هاي الباترون، أنا من ساعة غلطت قلت لكم ذيك الباترون، هي هاي الباترون، وأقص الكيبور أكبر من عندها. كتبوا لي بالتعليقات، يلا خل أجبركم تكتبون بالتعليقات، لأن أنتم بس تشاهدون مشاهدة سريعة بدون ما تفتحون الفيديو. يلا كتبوا لي بالتعليقات ليش أقص الكيبور أكبر من الوصلة الباترون. أنا آخذ هسه هاي الوصلة أقصها،
هاي شوفوا، هاي من الأسفل أقصها أكبر، بس من يعني الأعلى راح يصير نفس القياس، ما راح أزيد. الجوانب هم راح يصير نفس القياس، بس الأسفل شوفوا راح أنطي قياس إصبعين أكبر. هاي شوفوها، هاي الوصلة نفس القياس، بس من جوا هاي من الأسفل صارت أكبر، شوفوها. وأعلمها أنطيها يعني من النص، يعني هيك يعني أقرضها قرضة قليلة. شوفوا حتى من أجي أخيطها قرضة على قرضة يجي مضبوط. أجي هسه لصفحة الظهر ما راح آخذ من عنده. ليش؟ على مود شنو؟ على مود لا ترجع الدشداشة لورا ولا يطلع الظهر دلعة، لأن هي البنية الزبونة ما رادت الظهر دلعة، فآخذ شي بسيط من عنده، يعني هيك مثل سنتيمتر واحد، وأكفها البقية أكفها وأركبها. شوفوا هاي هي. إذا صارت عندك عريضة يعني أكبر من 17، هي 17 كلش كافي للظهر. إذا صارت عندك أكبر من 17 طبقتيها وصارت أكبر من 17، قصيها، اخذي من عندها سنتيمتر واحد، وهم قصيه على شكل يعني انحراف تاخذين بيه، حتى تلم الدشداشة الأكتاف تلم وما ترجع لي ورا. تاخذين من هنا يعني أول مرة تطبقينها وتاخذين سنتيمتر واحد. شوفوا القصة شلون انحراف تاخذين بيها منحرفة. هنا أنا هاي قلت لكم القرضة عليها، تاخذين منها قرضة ومنها قرضة بعد، وتخلين بعدين وحدة فوق الثانية وتخيطينهن حتى يجي مضبوط، يعني الصدر يصير هيك مثل المدور يجي مضبوط. شوفوا هاي قرضة على قرضة، هاي شوفوها مبينة. هاي شوفوا تخلون وحدة فوق الثانية وتخيطونها. ليش جاي اراويكم هيك؟ انا ما طلعت يعني ما صورت لكم الخياط، الدنيا حارة واتعب فما صورت الخياط، بس الفصال. هنا اجي للردن. الردن الطبيعية انا عندي الطويلة هي 3 اشبار يعني 60 سنتيمتر، واذا ردت اخلي لها لاستيك اضيف صبعين. بس هنا أنا بالرياضي لازم اول مرة اخلي قياس سنتيمتر واحد، هذا للكفة مالت الردن، وبعدين أخلي للكتف 4 سنتيمتر أو كيف. شوفي أنت بعد شنو تردين، 4 سنتيمتر أو كيف. وبعدين من جوا 4 سنتيمتر أقيس 3 أشبار. هاي يعني المعلومة هاي خليها ببالك، وهاي يعني الفقرة كلش مهمة، خليها ببالك. أول مرة أخلي أصبع، يعني أصبع يعني قد إبهام للكفة، بعدين من جوا أخلي 4 أصابع، من ورا ال4 أصابع أقيس 3 أشبار. زين 3 أشبار. إذا تردينا قلت لك الردن بلاستيك طويل تخلي له بعد اصبعين للاستيك. هنا انا بالفتحة مالت الردان راح تصير فتحة عندي، راح اقص الردان الثاني واخلي طبقة من يعني شريطة من الكيبور او شريطة من الدانتيل. شوفوا بعد شنو عندك رهميها وركبوا ويا الردن. هنا أنا هسه أنا عندي إحنا يعني متعودين الردن واحد مطبوق وواحد يعني بقصة تصير. أنا نزلت لكم فيديو الردن ما يصير بيه قصة. هاي شوفوا هسه هذا الكيبور أطبقه وأقيسه
وأقص الردن على أساسه. شوفوا هسه هاي هنا اللي عندي الإصبع راح أخليه للكفة. هنا بعد راح أقيس الردن، الحفرة مالت الأبط. أنا هناك عندي 26، لا أنسى أقيس هنا هم 26، أحددها. وهنا عندي أخلي 18 سنتيمتر، ما أخلي يعني شبر، يعني شبر يصير كبير، فأخلي 18 كلش كافي. هاي شوفوا هيك يصير، ويعني أحدده وأنزل لجوا وبعدين أقصه. هنا أنا هسه هذا قصيته، راح أراويكم شلون هسه راح يصير الردن. هاي شوفوا هاي للكفة راح تصير عندي أنا يعني الكتف يصير 20، قياسه 20. إذا طلع عندك أكبر قصي من عنده، فد يعني فد سنتيمتر، لا تكبرين لأن يصير هدلة الدشداشة مو حلوة. بنات الفيديو صار طويل لأن يعني أنا ردت تشوفون خطوة بخطوة. هاي شوفوا هسه شلون هيك صار. وأجيب هذا الكيبورد أطبقه أو تخلينه على عرضه بكيفك بعد انتي. هاي شوفوا هيك يصير الردن. وهاي قلتلك القياس الفوق لازم يصير 20. هنا أنا تردين تفتحينه أو تردين تطبقينه بعد بكيفك. هاي هيك يصير شكله. أتأكد هاي قياسها 20، يعني هذا هو. إذا قياسها 20 مضبوطة كلش كلش كافي. أدقهن أول مرة أوفر وبعدين أخيطهن. هنا أنا شوفوا هسه هاي خيطته، هاي الكيبورد خيطته على الردن. وهاي اللي قلت لكم هاي أخليها للكفة. وبعدين هذا من قدام الردن القدام هذا راح أقصه على شكل شوفوا منحرف، انحراف آخذ له حتى شنو، حتى الردن تلم وما ترجع لي ورا الدشداشة. هاي يعني هاي الفقرة كلش مهمة، لازم تسوينها. هاي أقصها على كيفي، فد سنتيمتر كلش كافي، كله على طول الردن هذا آخذه. وهاي النتيجة شوفوها، كملتها خيطتها وكملتها، بقى بس أدقها يعني الصفحتين وأكفها. إن شاء الله استفاديتوا من الفيديو، ولا تنسون اللايك لأن هو اللي يصعد الفيديو. وإن شاء الله عجبكم الفصال وعجبكم الخياط، وأشوفكم فيديوهات جديدة، ومع ألف ألف سلامة.